زهقت من فكرة الفطار والعشاء؟ تعالي مع عم بوته نقول أفكار جديدة نعمل بيها حاجات جديدة للفطار والعشاء ونغير من الروتين اليومي بتاع الفطار والعشاء. هنقول كده على أفكار جديدة في الفيديو دوت. هنعمل معجنات حلو وحادق بفضل ربنا، نسمي الله وننزل بكوبايتين لبن فاتر في البولة بتاعتنا، وهنعمل إن شاء الله حلو وحادق النهاردة. أفكار جديدة مع عم بوته. 3/4 كوباية زيت يا جماعة، أنا عندي 1.5 كيلو دقيق هشتغل بيهم، يعني الكمية ما شاء الله وفيرة. هنزل عليهم بكوباية زبادي، كوبايتين لبن فاتر ونص، و3/4 كوبايه زيت، كوبايه زبادي بلدي، وكيس خميره فوريه. كيس خميره كامل يا جماعه، ده 11 جرام. 3 معالق سكر كبيره. وكل اللي نحتاجه المضرب اليدوي اللي في ايدك. هنعمل بس هندخل كده الحاجات في بعضها وننشط الخميره في اللبن بالزبادي بالزيت عشان الخميره تنشط وتعمل تخمر معانا. هنربهم جامد كده مع بعض وننزل باقي المقادير. معانا بيضتين، هاخد بيضه كامله، والبيضه التانيه مش هاخد منها الا البياض، واركن الصفار على جنب. هنحتاجه طبعا في الاخر. خدنا البيضتين وشلت الصفار على جنب. لسه هننزل بباقي المقادير يا جماعه، واحده كده واحده معانا علشان نفهم احنا بنعمل ايه، عشان تطلع معانا حته عجينه كويسه. هنرب كل الكلام ده بالمضرب اليدوي بايدينا او بمعلقه. مفيش عندك مضرب يدوي اضرب المعلقه، تصرفي باي حاجه كده مفيش مشاكل. دخلهم كده مع بعض. انا طبعا مظبطه الدقيق بتاعي نخلاه كويس، وحاطه عليه رشه ملح، رشه ملح بسيطه جدا. هنزل بكميه الدقيق كلها على بعضها، وهدوبها في السوائل بتاعتي بالزيت باللبن بالزبادي. هربهم كده جامد مع بعض، وهنزل ببقيه المواد الجافه. طبعا المواد الجافه معايا معلقتين لبن بودره، هي بتعزز الطعم اللبن البودره، وبيدي ايه يعني طعم كده للمعجنه، بتبقى جميله. كيس بيكنج باودر، بيكنج باودر كيس كامل. تمام يا جماعه، كده المواد الجافه مع بعض. هنعجن بقى العجينه بتاعتنا كده لغايه ما ندخلها في كل السوائل اللي معانا كوبايه ميه فاتره بدمع العين كده يا جماعه. ما تحطيش ميه سخنه قوي علشان الجو حر، مش عايزين الخمر بتاعها يبقى زيادة عن اللزوم. هقلب كده وادخل كل العجينه كده ببعضها بالمواد السائله، وهنزل بكوبايه الميه الفتره بتاعتي مره واحده. هعجن العجينه بتاعتي كده في الطبق. تمام يا جماعه، كده خلصت. حطينا كميه الميه كلها مع كميه السوائل. هفضل اشتغل فيها كده لغايه ما اعجن فيها، لغايه ما تنزل من ايدي كده مره واحده، واعرف اخلص منها ايديا، وارجع بقى اسيبها واقول لكم انا هعمل ايه. انا بعجن اهو لغايه ما الم كل المواد السائله فيها. هطلعها من ايديا بكل سهوله اهي. خلاص سابت ايديا اهي، العجينه كده معايا مظبوطه. طبعا لسه احنا هنعجن فيها كتير، لان لسه في حاجات كتيره في العجن لازم نخدم العجين كويس جدا يا جماعه. هرش رشه بسيطه كده على الرخامه من الدقيق، واخد العجينه كده اخدمها كويس. انا هخدم العجينه دي يا جماعه اكتر من 10 دقايق. لازم تخدمها كويس عشان تطلع من معاكي اشكال حلوه. كل ما تخدمي العجينه يا جماعه هتطلع معاكي العجينه ما تمطش معاكي وانت بتشكليها، وما تأستكش معاكي. انا هخدمها كده بتاع 10 دقايق، او يمكن دخلت في ال 12 دقيقه يا جماعه. عشان ابقى صريحه معاكم، انا عجنتها فوق ال 12 دقيقه. طبعا بعد ما عجنت كده وهخدمها كويس. مش ده برضو اخر عجنه ليها، لسه لها عجنه تانية هقول لكم هنعمل فيها ايه. طبعا انا في البدايه يا جماعه ما حطيتش الفانيليا مع البيض. انا هقول لكم احنا هنحط الفانيليا في الوقت المناسب، اللي هو الوقت المناسب اللي انا بحط الفانيليا على حته الزبده اللي انا هلف بها العجينه، علشان تطلع يا جماعه زي بتاعه الافران بالظبط. زي ما بتمشي كده في الشارع وتشم ريحه الافران، انت هنا مع المخبزات اللي هتعمليها ببيتك مع بوبوته بالطريقه ديت برشه الفانيليا على الزبده، هتتلاقي لا حول ولا قوه الا بالله نفس الريحه بتاعه الافران بالظبط. هحط حته العجينه وادخلها، احط حته الزبده وادخلها في كل العجينه، وارجع الفها لفه حلوه كده، واخدمها خدمه حلوه كده. بصوا الزبده كلها دخلتها في العجينه عشان العجينه تتشرب بالزبده بريحه الفانيليا، تبقى كده ما شاء الله العجينه كده معايا إيه ما شاء الله. ظبطتها كده ما شاء الله، يعني ايه تظبيطه كامله. خلاص احنا كده كورنا العجينه بتاعتنا، خلاص خدمتها جامد. هدهنها حبه زيت بسيطه كده والفها، وادهن الطبق اللي انا هحطها فيه حبه زيت، واسيبها تخمر. في الجو اللي احنا فيه ده يا جماعه مش محتاجين اكتر من ساعه. ولو تلاقيتها على ال3/4 ساعه مظبوطه معاك الخميره، بص عليها يبقى كده تمام، لان الجو حر مش هتستحمل معانا. بصوا يا جماعه في اللحظه دي انا كنت خمرتها بالظبط 3/4 ساعه. بصوا يا جماعه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. احنا قلنا الجو حر وهي خمرت ما شاء الله ولا كلمه. خرجت منها الهواء، هحطها على الرخامه بتاعتي، وابتدي بقى اشوفها انا عايزه اقطعها ازاي واشكل فيها ايه. طبعا انا عارفه انا عايزه اعمل النهارده ما شاء الله حلو وحادق، عايزه اعمل منها شكل وردات كده حلوه.
عامله جبنه بالزيتون، بالحبه البركه، بالفلافله مقطعاها ومحضره التزيين للوش زيتون اسود. والحلو وانا بعمله هقول لكم احنا هنحشيه ايه. هنمشي واحده واحده مع بعض. هاخد قطع من العجين وهقطعها حتت صغيره على قد الشغل اللي انا هشتغل عشان ما تنشفش مني. هلفها لور وهقطعها حتت قطع صغننه كده. هنقطع كده قطع صغيره. بصوا يا جماعه العجينه ما شاء الله بتتقطع بكل سهوله، لان طبعا اتخدمت صح. فبتتخدم صح ما بتيجي تقطعيها بتبقى معاكي سلسه في التقطيع وفي التشكيل كمان، لان هي بتبقى ما شاء الله عجينه طريه وناعمه. وحط لها حاجات كمان عامله الطعم، داعمين الطعم باللبن البودره وبالزبادي بالبيض. مش عاملينها عزه بتاعه الافران، لا يا جماعه احنا عاملين حاجه ما شاء الله كده في البيت. حاجات يعني زي المخبوزات اللي هي الحلوه اللي بتتباع في المحلات بتاعه الحلويات، مش من الافران اللي هي البلدي زي العيش، لا يا جماعه. خلاص خلصنا تقطيع العجينه. هنرجع نغطي بقيه العجينه بكيس عشان ما تنشفش مني. شوفوا يا جماعه ولا حول ولا قوه الا بالله، بتتشكل بكل سهوله. قلنا العجينه مخدومه وناعمه جدا. بصوا انا ماشيه معاكم خطوه خطوه، ما بقطعش الفيديو علشان اللي اول مره تعمل عجينه تمشي خطوه خطوه، وفضل ربنا هتطلع معاها الحاجات زي الفل، وهتطلع معاها المعجنات، وهتبقى بطريقه احترافيه بتعملها في البيت. مش هتحتاجي اللي انت تشتري من بره ابدا، ولا تشتري من فرن ابدا. طبعا احنا بنعمل كميه كبيره وبسيبها بعد ما بخلصها ببرد يا جماعه، وبعين في الاكياس في الديب فريزر، وبرجع اطلع على قد احتياجي وبسخنها في الميكروويف. بتبقى جميله ما شاء الله، كانك لسه عاملاها دلوقتي ولسه خبزها دلوقتي. فبدل ما نعمل كل يوم او كل يومين، لا ممكن تعملي حاجتك بالاسبوع وتشيليها عادي عندك في الديب فريزر، وترجعي تستخدميها تاني بكل سهوله. ما فيهاش اي مشاكل يا جماعه، زيها زي العيش الفينو ما بتعينيه او اي مخبوزات بتعينها في الديب فريزر. انا شكلت معاكم الورده بكل تفاصيلها. قطعتها، عملت دايره وقطعتها 4/4، شردتها من الجناب 4/4، وهلم الورده احشيها. وهلم الورده معاكم كده اهوت كلها، ادخلها جوه بعضها زي ما انتم شايفين كده. الشكل موضح قدامكم علشان كل واحده بتعملها تبقى ماشيه على الطريقه والتصوير واضح قدامكم. حطينا زيناها بالزيتون. خلصت الكميه بالجبنه لا حول ولا قوه الا بالله. بصوا يا جماعه ما شاء الله الخميره العجينه خمرت ما شاء الله ونفشت معايا لا حول ولا قوه الا بالله. وده المطلوب طبعا علشان لما تتخبز تدينا الشكل اللي احنا محتاجينه والطراوه في العجينه اللي احنا محتاجينها. هشكل معاكم اللي هي الحلو بنفس الشكل يا جماعه، بنفس الدايره. بصوا يا جماعه بكل سهوله يعني العجينه ما اشتغلت فيها والله كل الكميه دي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. يمكن ما خدتش معايا بالظبط الكيلو ونص ده، ما خدش معايا نص ساعه. ليه؟ العجينه طريه واستعمالها بس استعمالها ما شاء الله يعني في منتهى السهوله، ما غلبتنيش يعني. خدنا معلقه الشوكولاته. طبعا معلقه الشوكولاته حطيت معلقه مع معلقه دقيق علشان وانا بستعملها بدهنها في العجينه ما تدوخنيش. تمام يا جماعه. نزلت بيها بكل سهوله، انتوا شايفين بحط حته شوكولاته بكل سهوله. طبعا الطريقه دي مجربه بتاعه الشوكولاته بالدقيق. هلف الوردات زي ما احنا شفناها كده، هنقطع وندخل الوردات كلها جنب بعض زي ما الشكل كده موضح معاكم. انا بعملها لكم واحده واحده والصوره واضحه قدامكم، مش بسرع الفيديو يا جماعه. طبعا معانا كريز هنزوق بالقمر بتاعتنا ده، نحطها على الشوكولاته. بصوا يا جماعه الوردات حاجه كده ولا اروع. هنجيب الصينيه بتاعتنا وندش فيها رشه زيت بسيطه، نعملها بالفرشه كده عشان ما نحط المعجنات ما تلزقش، عشان ما نحط العجينه بتاعنا ما تلزقش. لازم ندهن الصاج او الصينيه ماده دهنيه. هنزل بالوردات بتاعتي كده وهكمل بقيه الكميه بتاعتكم. طبعا يا حبيبه قلبي لو وصلت لغايه هنا صلي على رسول الله، وحطي كومنت حلو لمبوته، واعملي اشتراك في القناه، وما تنسيش ما تنسيش تحطي لي لايك حلو. خلصنا الكميه. طبعا الصفار البيضاء اللي احنا شلناه نحط عليه حبه لبن ورشه فانيليا، وهندهن بقى الوش كويس جدا. تمام كده. بصوا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العجينه خمرت. معنى ان هي تفرش كده وتخمر يبقى كده الخمر بتاعك ما شاء الله ده اللي احنا عايزينه. خلصت الوردات وخلصت الحلو والحادق معاكم ما شاء الله. الكميه دي يا جماعه الكيلو ونص ده ما اخدش مني نص ساعه عجن وخبز ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. فرق طبعا الثلاث ارباع ساعه بتاعه التخمير دول قبل ما نعجن ما شاء الله. التشكيل بالخبز ما كملش حاجه معايا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين يا جماعه القمر؟ انا مظبطه الفرن على 200 والمده ربع ساعه بالظبط 15 دقيقه. بعد ربع ساعه يا جماعه انا طلعت الصينيه بتاعه القمر من الفرن. بصوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله.
حاجه كده ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا مجهزه عسل ابيض ادهن بيها اللي هي بالشوكولاته، ومجهزه للحادق مجهزه له معلقتين زبده. يبقى هندهن الصينيه دي بالعسل الابيض، عشان ده قلنا حلويات فتدي ما شاء الله ان هي تبقى طالعه مسكره كده بالعسل وتدي لها لمعه. طبعا لازم اي حاجه مطلعه من الفرن من المعجنات نلمعها سواء بزبده سواء بعسل ابيض، طبعا المتاح عندك. بس طبعا اللون الحلو لازم نعمل فيه العسل الابيض. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، حاجه كده ما شاء الله ما شاء الله عليها. بصوا يا جماعه انا مطلعه لكم وهي سخنه، بجرب لكم قبل حتى يعني ايه ما تبرد. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا الطراوه، شوفوا الجمال يا جماعه. شايفين الشوكولاته؟ قلت لكم الشوكولاته على ضمانتي اللي فيها بمعلقه الدقيق، وما تخافيش من اي حاجه. ما شاء الله. هنجرب معاكم واحده تانية. بصوا الطراوه حاجه ولا اروع. ليه نشتري من بره يا جماعه بدل نقدر نعمل حاجتنا في البيت ونوفر ونعمل حاجات بنظافه للبيت وللولاد؟ حاجه كده في منتهى الجمال وحاجه كده في منتهى الروعه. بصوا يا جماعه طريه العجينه خدمناها، كل ما تخدمي العجينه هتطلع معاكي الشكل اللي انت محتاجاه. ما شاء الله والحركه كميه كبيره طبعا انا شايله منها، وقلنا احنا عاملين كميه كبيره وهنعينها في الديب فريزر، هتقعد معاكي زي ما انت عايزه في الديب فريزر. طبعا لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد.